أنا متحمس جدًا لفيلم 7 دوجز بطولة كريم عبد العزيز وأحمد عز ونجوم تانية كتير. الفيلم قصة المستشار تركي آل الشيخ، سيناريو وحوار محمد الدباح، إخراج عادل العربي وبلال فلاح. الفيلم لحد الآن ميزانيته المعلنة 40 مليون دولار وده رقم كبير جدًا، ويمكن دي أكتر حاجة محمساني في الفيلم، الإنتاج المهول والشغف لخروج فيلم عربي متنفذ بأعلى تقنيات الأكشن مع 2 مخرجين متمرسين أصلًا في النوعية دي. وعشان نبقى فاهمين في نوعية كده من الأعمال الحياة بعدها ما بترجعش عادية تاني، زي ما السقا غيّر في شكل وستايل الأكشن في مصر من بداية الألفينات، خلّى كل اللي جايين بعده بيعملوا أفلام أكشن ما يقلّوش عن درجة جودة معيّنة، وإلا هيتصفى عليهم وهيطلعوا مسرح. كمان زي الطفرة اللي حصلت في تصوير المسلسلات المصرية، ودخول كاميرات كانت حكر على التصوير السينمائي زي الأليكسا والريد، والنقلة دي جات بعد أعمال زي الملك فاروق لحد ما وصلنا لمسلسل آدم بطولة تامر حسني وإخراج محمد سامي. والمسلسل ده كان نقلة في الصورة بمعنى الكلمة، ومن وقتها بقى صعب جدا أي مسلسل يتنازل عن الجودة دي في الصورة لحد ما بقى ده الطبيعي عندنا. هو ده اللي هيحصل بالظبط بعد فيلم 7 دوجز. النهارده الفيلم ده رفع طموح كل صناع السينما العربية. لما نبقى قادرين على ضخ الرقم ده في فيلم النهارده، السنة الجاية هيتضخ ضعف. لما الفيلم ده يتوزع في أسواق احنا ما بنروحلهاش ويبقى عندنا جمهور بدأ يتعرف علينا بالتدريج، دي خطوة مهولة كانت محتاجة سنين ضوئية عشان تحصل. عشان كده هتلاقوا معظم النجوم ومعظم الصناع بيباركوا للفيلم وهم فرحانين جدا، لان هم عارفين النقلة اللي هتتم من بعده. ولو حتى الميزانية دي ما اتكررتش في عدد كبير من الافلام، على الاقل معظم شركات الانتاج ومعظم النجوم هيبقى عندهم غيرة شديدة جدا ان هم يقربوا حتى من درجة الكواليتي اللي هتطلع. فانا متحمس للفيلم جدا ودرجة ترقبي ليه مليون من 100.